بيبدأ الفيلم مع بنت كفيفة اسمها سيو وهي بتلعب مع بين الكلب بتاعها، وبتجهز سيو هي وبين وبتنزل وبتروح مركز الشرطة عشان تقابل ضابط هناك. وبيجي الضابط يسلم على سيو وبيظهر انهم عارفين بعض، وبيسألها عن السبب اللي هي جاية عشانه. فبتقول له سيو انها اتعلمت القراءة والكتابة بطريقة برايل ودرست علوم الحاسب وبتتدرب على الفنون القتالية والدفاع عن النفس، وبتطلب منه يرجعها شغلها من تاني لكنه بيرفض حفاظا على سلامتها. وبتروح سيو وهي مكسورة الخاطر ومحبطة لانها مش هتقدر تعمل اكتر حاجة بتحبها وهي شغلها. وبنعرف ان من 3 سنين سيو كانت بتشتغل شرطية وكانت شاطرة جدا في شغلها، وبتلاحظ ان اخوها تيم مهمل في دراسته وبيهرب من المدرسة، وبيستغل غياب سيو وانشغالها عنه بسبب شغلها وبيروح يغني في بار بالليل. وبتروح سيو البار وبتفصل الاغاني وبتاخده معاها بالعافية، ولما تيم بيرفض يروح معاها بتضربه وبتكتفه وبتدخله العربية غصب عنه. وفي الطريق بيفضلوا هما الاتنين يتخانقوا مع بعض، وبتكون سيو هي اللي مسؤولة عن تي بعد وفاة اهلهم، وبيطلب تي منها تبعد عنه وتركز في شغلها. وفجأة بيعملوا حادثة والعربية بتتقلب بيهم وبتكون سيو مرمية على الارض، لكن تي ما بيعرفش يفك حزام الامان اللي في العربية وبيطلب المساعدة من سيو، لكنها بيكون مغمى عليها ومش قادرة تقوم تنقذه. وفجأة العربية بتنفجر بيه، وبتظهر سيو مع عمتها في الذكرى السنوية بتاعت تي وبيجهزوا الاكل مع بعض. وبتعرفها عمتها ان تأشيرة السفر بتاعتها توافق عليها وانها تسافر قريب، وبتطلب منها تاخد بالها من نفسها، وبتسألها لو كانت بتفكر تبيع البيت عشان تخلص الاجراءات معاها. لكن سيو بترفض تبيع البيت اللي اهلها عاشوا فيه وليها ذكريات جميلة معاهم. وبتسمع في الاذاعة ان بنات كتير جدا في سن 19 سنة اختفوا ومحدش عارف مكانهم، وبتطلب عربية عشان تروح البيت وبتستنى في الشارع، والمطر بتمطر عليها وكل الناس اللي معاها بيمشوا وهي اللي بتفضل قاعدة. وبعد شوية بتوصل العربية وبيعتذر لها السواق عن التأخير، وبتشم سيو ريحة غريبة في العربية وبتسأله لو كان بيوصل مريض قبلها لانها ريحة ادوية ومستشفيات، فبيقول لها انه لسه منظف العربية وممكن تكون دي ريحة المنظفات. وبيشغل لها الدفاية لما بيلاقيها بردانة وبيديها ازازة مية عشان تشرب، لكن سيو بتقلق منه وما بترضاش تشرب منها، وبيصر السواق انها تشرب منه. ولما بيلاقي سيو مش عايزة تفتحها بيحاول هو يفتح الازازة وبيعندوا قصاد بعض، وبيدوس السواق بنت معدية الطريق، ولما بينزل يشيلها يحطها في شنطة العربية بتنزل سيو تسأله عن اللي حصل، فبيكذب عليها وبيقول لها انه كلب، لكنها بتسمع صوت البنت وهي بتتألم فبتمسك فيه وبتطلع تليفونها تتصل بالشرطة. فبيخاف السواق ده وبيجري بالعربية، وبتروح سيو الاسم عشان تبلغ عن السواق، لكن امين الشرطة اللي هناك ما بياخدش بكلامها وبيطلب منها تروح وهم هيهتموا بالموضوع. ولما سيو بتلاقيه كده بتطلب منه يوصلها بالمدير بتاعه، وفي الوقت ده بتدخل هو رئيسته في الشغل، وبيظهر ان سيو كانت عارفاها من ايام الكلية وبتتعرف عليها اول ما بتسمع صوتها وبتحكي لها اللي حصل، فبتطمنها وبتعرفها انهم هيحققوا في الموضوع، وبتبعت معاها امين الشرطة يروحها. وبتظهر البنت اللي السواق خطفها وهي بتفوق، لكن السواق ما بيديهاش فرصة تستوعب هي فين وبيحقنها بمخدر في رقبتها. وتاني يوم بتروح هو وظابط تاني معاها البيت سيو عشان يكملوا تحقيقهم، وبتعرفهم ان السواق كان لابس ساعة في ايده اليمين واللهجة اللي كان بيتكلم بيها، وبتقول لهم طوله ووزنه كمان. وبيتفاجئوا من كلامها وما بيكونوش مصدقينها لانها بتقول تفاصيل دقيقة جدا صعب اي حد كفيف يميزها، وبتتضايق لما بتحس انهم مش مصدقينها، فبتقول له هي وزنها كام وطولها كام، وبتطلب منها تهتم برجلها وتعالجها. فبتتخض هو لان كلامها كله صح، وبتسألها هي عرفت ازاي، فبتقول لها سيو ان خطواتها غير متوازنة، ومن هنا بيصدقوا كل كلامها وبيتأكدوا انه صح مش مجرد تخمين. وبتعرفهم ان العربية اللي كان سايقها كانت غالية، وبتسألها هو لو كان شربها حاجة، فبتحكي لها سيو عن ازازة المية اللي كان عايز يشربها لها غصب. وبنشوف ولد بيشتغل في صالة العاب لما بيتصل عليه ملك البيت وبيطالبه بدفع الفلوس اللي متأخرة عليه، فبيروح عشان يستلف فلوس من صاحبه لكنه ما بيلاقيش معاه. واثناء ما هو بيشتغل بيسمع عن قضية الخطف اللي حصلت، وبيعرف انهم عاملين مكافأة لاي حد هيفيدهم بشهادة او معلومة في القضية. فبيروح الولد ده اللي هو وسيو بيقول لهم اي كلام عشان ياخد المكافأة مش اكتر. وبتسأله سيو السواق شال البنت حطها في الكرسي الامامي ولا الخلفي، فبيقول لها الخلفي. وهنا بيتأكدوا انه كذاب لان السواق حط البنت في شنطة العربية، فبيقول لها هيو ان كان في مطره والجو كان ضلمه ما قدرش يشوف كويس، وبيجري بسرعة قبل ما يقبضوا عليه. وبنشوف السواق وهو راكب عربيته موجود قدام الاسم، وبتلف هو مع المساعد بتاعها على كل سواقين الأجرة، وبيمثلوا انهم بيعملوا لقاء صحفي معاهم عشان يسجلوا صوتهم ويسمعوه لسيو، لكنها ما بتلاقيش ولا واحد منهم صوته شبه صوت السواق. وبالليل بنشوف بنت وهي طالبه العربيه ومستنيه السواق بره، وبعدها بيتصل السواق على سيو اللي بتكون بتقرا كتب علم نفس عن المجرمين في الوقت ده، ولما سيو بترد عليه ما بينطقش بكلمه وبعدها بيقفل، وبتستغرب سيو من مكالمته. وبتروح تتعشى مع هو تاني يوم، ولما بيجوا يركبوا العربيه عشان يروحوا بتلاقي سيو ان صوت الشنطه وهي بتقفل عالي جدا مش زي ما السواق قفلها، فبتقول لها هو ان العربيات الحديثه
بس هي اللي الشنطة بتقفل بيها من غير صوت. وبيطرد الملك هيو من بيته لانه ما دفعش ايجار البيت ل6 شهور، فبياخد هيو السكيت وبيروح يلعب في الشارع. وبيلاحظ وجود السواق في الوقت ده، ولما بيشوفه بيطلع يجري عشان يهرب منه، وبيطلع السواق يجري وراه. وبيتخض هيو وما بيكونش عارف يعمل ايه، فبيفضل يجري وبيحاول انه يهرب منه. وبيلاقي باب مفتوح فبيدخل وبيستخبى جوه، والسواق بيدخل وراه. وفي الوقت ده سيو وهو بيتصلوا عليه عشان محتاجينه، والسواق بيسمع صوت التليفون وبيعرف مكانه وبينزل في ضرب، وبيمشي بسرعه اول ما بيحس ان في حد جاي. وكل ده وهو لابس قناع عشان محدش يتعرف عليه بسهوله. وبيشوف واحد هيو وهو مضروب ومغمى عليه، فبيطلب الاسعاف، وبتروح هو وسيو عشان يطمنوا عليه. ومن حسن حظه ان مفيش اي اصابات خطيره وكلها كدمات. واثناء ما سيو وهو قاعدين في المستشفى بتشم سيو نفس الريحه اللي كانت شمها في العربيه، فبتقول لها هو انها ريحه المطهر وما ينفعش حد يشتريه من بره المستشفى. وهنا بيعرفوا انه ليه علاقه بالطب، وبتديلها سيو الرقم اللي اتصل عليها. ولما بيتحروا عنه بيكتشفوا انه رقم بنت من البنات اللي مفقوده. ولما بيفوق هيو بيتخانق مع سيو وبيتهمها انها السبب في كل اللي حصل له، ولو كانت ما اتصلتش عليه كان هيقدر ينقذ نفسه. وبتتضايق سيو لانها كانت بدات تحبه واعتبرته زي طي اخوها. وبتيجي ماشيه بتروح وراها هو وبتعرفها انها شاهد مهم في القضيه، ولولا اعترافاته ما كانوش هيقدروا يوصلوا لحاجه. وبتطلب منها تساعدهم لحد ما يقبضوا عليه. وبترجع سيو لبيتها، واول ما بتدخل بتلاقي بين عمال ينبح ومش على طبيعته. وبيظهر السواق موجود في بيت سيو، لكن سيو ما بتفهمش الكلب قصده ايه. وبعد شويه بتجيلها مكالمه من نفس الرقم، ولما بتفتح برضه محدش بيرد عليها. فبتعرف انه السواق، وبتقول له انها عارفه هو مين، وبتنصحه يسلم نفسه عشان يحسن من موقفه في القضيه. لكن السواق بيطلب منها تبعد عنه عشان ما يأذيهاش، وبيعرفها انه مراقبها وعارف كل تفاصيل حياتها. وبنشوفه وهو مركب كاميرات في بيت سيو. ولما سيو بتحس انها في خطر بتاخد بينه وبتنزل من البيت، وبتحس بوجود السواق قدام البيت، فبتجري بسرعه على المستشفى. وبتطلب من هيو ما يخرجش ويعرض نفسه للخطر ويقعد في المستشفى، وهي هتتكفل بالمصاريف لحد ما يقبضوا على المجرم. لكن هيو بيرفض وبيكون مجهز حاجته عشان يخرج مع اصحابه، وبيطلب منها تبعد عنه وما تسببلوش مشاكل. وبيشوفها هيو وهي بتركب الاتوبيس، وبيعرف ان السواق ركب معاها، وبيطلع يجري ورا الاتوبيس وبينادي عليها عشان ينقذها، لكنها ما بتسمعوش. فبيتصل عليها وبيطلب منها ما تتكلمش كلمه وتحط السماعه عشان تكلمه من غير ما حد ياخد باله. وبيتصل عليها فيديو وبيطلب منها تصور السواق، وبيقول لها تنزل في المحطه الجايه وتطلب المساعده من الناس لحد ما يوصل لها. وبتنفذ سيو كلامه، لكن لما بتيجي تنزل السواق بيمنعها من انها تنزل، وبيجبرها تفضل في الاتوبيس. وبينزلوا تاني محطه، وبتحاول سيو تهرب منه بعد ما بتنزل، وبتطلع سلاح من شنطتها وبتضربه بيه وبيقع على الارض. وبتجري سيو بسرعه، وبيكون هيو بيوجهها تمشي ازاي وهو بيكلمها فيديو كول. وبتدخل سيو الجراج وبين بيجري وراها، وبتفتح الاسانسير، لكن قبل ما تقفله السواق بيدخل، وما بيقدرش هيو يوصل لها لان تليفونه فصل شحن. وبيطلع حقنه مخدره وبيحقنها بيها في رقبتها، وبتقع سيو على الارض مغمى عليها. لكن بين بيوصل في الوقت ده وبيقاومه لما بيلاقي سيو مغمى عليها في الارض. وبيخاف السواق لحسن الناس تتلم على صوته، فبيطلع سكينه وبيفضل يطعن فيه بطريقه وحشيه جدا لحد ما في الاخر بيموت. والاسانسير بيتقفل في الوقت ده وبيطلع بسيو، والناس بيشوفوها وبياخدوها المستشفى. وهناك بيعتذر لها هيو انه عاند معاها وما سمعش الكلام، وبتسالهم على بين لما ما بتسمعش صوته فمحدش فيهم بيرد. وبتعرف انه حصل له حاجه وبتنهار من العياط، وبيساعدها هو عشان تروح البيت. وبتكثف الشرطه شغلها بعد اللي بيحصل مع سيو، وبيستجوبوا سواقين الاتوبيسات، وبيقدروا يوصلوا لصورته من كاميرات المراقبه اللي صورته لما كان بيطارد سيو. وبيعرفوا مقاس جزمته من اثرها في بيت سيو. وبتغير هو الاقفال في بيت سيو، وبتطلب منها تسيب تليفونها دايما مفتوح لانهم بيحددوا موقعها منه لو حصل اي حاجه. وبيروح هيو يعيش مع سيو في بيتها لانه ملوش مكان تاني يروحوا، وعلاقتهم بتتحسن اكتر. وبيفكرها باخواتي لما كان عايش. وبياخدها هيو يعلمها السكيت، وبتفرح سيو جدا وبيفضلوا يضحكوا مع بعض. وبتقدر الشرطه انها تعرف هويه السواق الحقيقيه واللي بيكون شغال جراح تجميل، وبتروح له هو والمساعد بتاعها بيته، وبيشوفوا عربيه بنفس المواصفات اللي سيو كانت قايله عليها موجوده في البيت. وفي الوقت ده بيكون الدكتور بيكشف على مريضه وعايز يعمل لها عمليه تجميل في عينيها، لكن هي بتقلق وبتحس ان لمسته ليها مريبه، فبتتراجع في رايها وبتكون عاوزه تمشي. فبيتعصب عليها وبيخبط دماغها في الكرسي لحد ما بتموت. وبيشوف هو والمساعد بتاعها وهم نازلين من العربيه وداخلين البيت، ولما بتدخل هو المخزن بتلاقي نمر عربيه كتيره جدا مختلفه عن بعضها. وفي نفس الوقت بيكون المساعد اللي معاه وصل لمكان البنات المفقوده، وبيكون باين عليهم اثار التعذيب. ولما بيتاكد انهم عايشين بيتصل يطلب الدعم وعربيه الاسعاف. وفي الوقت ده بيشوف السواق هو وهي بتدور على اي دليل في بيته، وبيهجم عليها وبيتخانق معاها، وبتحاول هو انها تدافع عن نفسها، لكن السواق بيطلع سلاحه وبيطعن
مطعن هو بيه وبتقع على الارض غرقانه في دمها. ولما بتوصل الشرطه بيفضلوا يدوروا عليها لحد ما بيلاقوها وبتطلب منهم يروحوا ينقذوا سيو هيو بسرعه. وبنروح لهيو اللي بيكون بيغسل الاطباق وحاطط سماعات في ودانه وبيسمع اغاني. وبيوصل السواق ده وبيتكلم معاها وبيطلب منها ما تخافش منه وبيوعدها انه مش هيأذيها، لكن هيو بيوصل في اللحظه المناسبه وبينقض عليه. وبتدور معركه شرسه بينهم وبيضرب فيها السواق هيو ضربه قويه جدا بتوقعه على الارض، وهيو بيعافر معاه عشان يحمي نفسه ويسيطر عليه لحد ما الشرطه توصل. وبيطلب من سيو تروح تبلغ البوليس، لكنها ما بتعرفش تتعامل مع التليفون الارضي وبتجري على فوق علشان تجيب تليفونها وبتفضل تدور عليه في الشنطه وعلى السرير، لكنها ما بتلاقيهوش وبيكون التليفون واقع على الارض. وبيحاول السواق انه يطلع فوق عند سيو، لكن هيو بيمنعه وبيحاول يبعده عن السلم. ولما بتيأس سيو انها تلاقي التليفون بتجهز حبل وادوات تانية عشان تدافع بيها عن نفسها اول ما السواق يطلع لها فوق. وبتشغل ميه في الحمام عشان تخدعه ويفتكر انها جوه. وبيجي السواق يطلع فوق، بيفوق هيو وبيشده من على السلم وبيمسك رجله عشان يمنعه يطلع، فبيضربه ضربه قويه جدا في بطنه بتحدفه بعيد. وبيطلع لسيو فوق وبيدور عليها لكنه مش بيلاقيها، وبيسمع صوت الميه في الحمام فبيدخل يشوفها. واول ما بيدخل بتقفل سيو عليه الباب من بره وبتحط وراه حاجز يمنعه من انه يفتح الباب بسهوله، وبيتعصب جدا وبيفضل يخبط على الباب عشان يكسره. وبتنزل سيو بسرعه تحت تدور على هيو، ولما بتلاقيه مغمى عليه بتحاول تفوقه لكنه ما بيفوقش وبيكون تعبان جدا. وفي الوقت ده الشرطه بتتصل عليه وبتسمع سيو صوت التليفون وبتفضل تدور عليه لكنها مش بتلاقيه. والوقت بيكون قليل جدا لان السواق كان قرب يفتح الباب وينزل لهم تحت، فبتسند هيو وبتقومه عشان يخرجوا من البيت، لكن للاسف ما بتلحقش. وبيكون السواق نزل لها تحت، فبتجري سيو على المطبخ تدور على اي حاجه تحمي نفسها بيها وما بتلاقيش قدامها غير البنزين، فبتاخده وبترشه على السواق وبتولع عود كبريت وبترميه عليه، والنار بتمسك فيه وبيفضل يصرخ وبيحاول يطفي نفسه. وبتروح سيو تاخد هيو عشان يهرب بسرعه قبل ما يطفي النار. ولسوء حظها بيجي السواق من وراها وبيضربها ضربه قويه جدا في ظهرها بتوقعها على الارض، وبتقاوم سيو الالم وبتقدر تقوم من تاني، لكنه ما بيديهاش فرصه وبيرفعها يلف بيها ويهبدها تاني في الارض. وبتحاول الشرطه تتواصل معاهم تاني لكن محدش فيهم بيرد، وبيفضل يذل فيها وهي مرميه على الارض وبيهددها بانه هينهي حياتها زي ما عمل مع المحققه هو صديقتها، لانه بيكون فاكر انها ماتت. وبتحزن سيو جدا على هو لما بتعرف انها ماتت، وبياخد سيو عشان يهرب بيها من البيت قبل ما الشرطه توصل. وبيفوق هيو في الوقت ده وبيمنعه من اللي عايز يعمله، وبتدور معركه شرسه بينهم، وبيفضل السواق يضرب في هيو لحد ما بيغمى عليه، وبيجري ورا سيو عشان يمسكها. واول ما بيقرب منها بتمسك لوح التزلج وبتضربه بيه في وشه وبيقع على الارض. وبتجري تطمن على هيو وبتفتكر كل اللحظات اللي عاشتها مع طي اخوها قبل ما يموت في الحادثه. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. سلام.